أهلا بيكم. معاكم عبد الرحمن من دقيقة وعي. النهاردة حكالكم قصة قريبة من كل حد فينا. قصة بدأت من لحظة غريبة جدا. لحظة أول يوم دخلت فيه الكلية، لما الدنيا كلها كانت شكلها غريب، وأنا ماشي مش عارف أنا مين ولا رايح فين. فاكر اليوم ده كويس. مفيش ولا وش أعرفه، حتى المبنى نفسه كان وشه غريب. كنت حاسس إني في امتحان محدش قال لي عليه، ولا حتى كتبت اسمي في ورقته. والأغرب إني كنت في كلية خدمة اجتماعية، وأنا بصراحة ما كنتش أصلاً أعرف يعني إيه خدمة اجتماعية. جبتها من التنسيق غصب عني. وقتها حسيته فعلاً إن الباب اللي دخلته مش بابي خالص. وبدأ الفصل التاني، الوحدة اللي ما بتتكلمش. كنت أول سنة دايماً ساكت، معرفش مين حواليا ولا مين بيعدي جنبي كل يوم. حتى وإحنا في المدرج أختار الكرسي اللي في الآخر وأقعد لوحدي. أضحك مع الناس لكن أضحك من بعيد. عمري ما شاركت في حاجة، ولا حتى حد كان بيحس بوجودي. جسمي حاضر ومع الناس، لكن روحي كانت ماشية في سكة تانية خالص. بس اللي حصل فجأة في يوم من أيام تانية كلية كان مختلف. وأنا معدي لقيت دكتورة بتبص عليا كده فجأة وبتقولي: أنت اسمك إيه؟ ما شفتكش بتتكلم قبل كده. الجملة البسيطة دي حسيت فيها بحاجة. حسيت كأني لأول مرة في حد شايفني بجد، مش مجرد رقم في كشف الحضور. جملة واحدة بس كانت المفتاح اللي فتح باب كان مقفول جواي من سنين. هنا المشهد اتقلب. المدرج اللي كنت بهرب منه بقيت مش عايز أسيبه. بدأت أشارك، أسأل وأجاوب. زمايلي بقوا يعرفوني، وأنا كمان بدأت أتعرف عليهم. المدرج من مكان غريب بقى بيت. بقيت أعرف الأسماء والوشوش والأصوات. وبدل ما كنت أول واحد يخرج، بقيت تقريبا آخر واحد يمشي. الغريب كمان إن التغيير حصل من غير ما آخد بالي. لقيت نفسي بروح الكلية حتى لو مفيش محاضرة. مش علشان جدول أو ضغط، لأ، بس علشان الناس. علشان القعدة وسط الناس اللي بقيت أحبهم وأرتاح معاهم. لحظة كده لما اكتشفت إني مش لوحدي خالص، وإن كل الغربة اللي حاسس بيها في غيري عايشها. الكلية اللي كنت فاكرها عقاب طلعت أكبر فرصة في حياتي. والأغرب بقيت اسم مش رقم. بجد، الناس بقت تعرفني باسمي، بينادوا عليا وحتى بيستشيروني في حاجات. بقيت بساعد وبيسألوني وبدخل في كل نشاط. الكلية اللي جت لي غصب عني هي نفسها اللي فتحت لي باب حقيقي، باب لناس جديدة وبداية جديدة لنفسي. لو وصلت للنهاردة، أنا بقيت صاحب المدرج حرفياً. الشخص اللي لما حد عايز حاجة في الكلية يدور عليه. من مجرد رقم اتحولت لحد بيشارك وبيتحب وبيتسأل عليه. الخدمة الاجتماعية كانت صدفة، وبقت سبب أكبر باب اتفتح قدامي في حياتي. وحابب أقول لكل حد سمعني إنه لو لسه في أول سنة، أو حاسس إنك تايه في مكان مش بتاعك، عادي. أنا كنت مكانك. كنت حاسس بالغربة وبالرهبة زيك وأكتر. أهم حاجة تفضل مستني شوية، وتسيب لنفسك فرصة إنك تتعرف على الناس، تتكلم حتى لو بكلمة صغيرة، وتستنى المفاجآت الحلوة اللي بتتسرب بين الأيام العادية. أوقات الحياة بتتغير بكلمة، بنظرة، بلحظة صدفة من شخص يشوفك لأول مرة ويشجعك. اللي لاحظته كمان إن التغيير جواك دايماً ممكن يبدأ بحركة بسيطة، بخطوة جريئة حتى لو كانت صغيرة، لدرجة ما حدش يلاحظها غيرك. أنا النهاردة فخور إن أول خطوة ما كنتش بإيدي، لكن نهاية الرحلة كلها بقالي فيها اسم وروح واحترام. والرحلة دي مش بحكيها عشان قصة نجاح ولا ملهمة وخلاص. دي رسالة إن كل حد ممكن يكون بداية حلوة، حتى لو صدفة أو دخول غصب عنك. الكلية أو المكان أو الظروف ما بيفرقوش. اللي بيفرق فعلا استعدادك إنك تلاقي نفسك وسط الزحمة. وأنا مبسوط إن الكلمة الصغيرة أو النظرة البسيطة دي قدرت تغير حياتي. اللي تتعلمه بعد كل ده دايما فيه أمل، ودايما فيه فرصة تكسر وحدتك وتخرج نفسك من دايرة الغربة، حتى لو المكان مش بتاعك في الأول. استنى بس وسيب لنفسك فرصة، ويمكن تلاقي في يوم نفسك في حكاية عمرك ما كنت حتى متوقع تكون بطلها. دي كانت حكايتي عن أول يوم في الكلية، عن الغربة اللي اتكسرت، عن الوحدة اللي مشيت، عن باب اتقفل واتفتح بكلمة صدفة. ويا رب توصل لكل حد محتاج يسمعها، ولو حتى كلمة بسيطة تبقى الجسر اللي يوصلك لحلم عمرك كله كان مستنيك. ودايما، كل بداية حتى لو مش من اختيارك، ممكن تكمل بأجمل نهاية تحكيها لنفسك واللي حواليك.